اروحوا معايا صحاباتي نحضروا طلبيه تاع مسمن اللي خرج لي مورق من الداخل ومقرمش من برا. باش نشوفوا هذه الوصفه صحاباتي ديروا لي ابوني وجيمو كومونتير وروحوا نشوفوا الوصفه في رحبه. في باسينه درت 2 كيسان تاع ما دافي، الماء يكون دافي ماشي بارد وماشي حامي بزاف، دافي عادي. نديروا له الملح ونديروا له يديروا مغرف تاع سكر، يديروا مغرف تاع حسل على جال لاكولير باش تعطينا احمرار شباب. كيما انا درت مغرف تاع حسل. نزيدو هذاك العبر تاع الكاس تاع الماء نديروه كاس تاع سميد رطب كيما راكم تشوفوا. نخلطوا بالفوي، تبغوا تخلطوا بالفوي تبغوا ديروا كيما انا الميكسير. طلع تضربوا غايه حتى تولي دير لنا هذوك الفقاعات من الفوق نحبسوا. هنا نجيب الصفايه تاعي ونغربل الفارينه، نغربل الفارينه نلمها حتى نتحصل على عجينه كيما راكم تشوفوا فيها كيما هكا. نديروها في ساشي ونخلوها تريح. بعد ما تريح هنا كنت نوجد في الزيت، درت له مغرف تاع خميره كيميائيه وبول واحد اخر درت فيه السميد. وهنايا العجين تاعي كي ريح لي درته كيما هكا على شكل دوائر، غطيته باش ما يضربهش الهواء وخليته يريح. بعد ما ريح لي جبت وحده درت لها الزيت وحليتها على شكل مستطيل ماشي دائري، مستطيل. معليش نتقبلت لكم بصح راه في التوراق وفي الكو تاعه وكاع هذاك. بعد ما حليتها مستطيل رشو هذاك السميد اللي درناه، نجيبو الجهه اليمنى من بعد نعاود نروحو الجهه اليسرى نغطو، نديرو الزيت نرشو تاني السميد كيما راكم تشوفوا. نجيبو تاني هكا الجهه الطرف الاول ونعاودو نغطوه بالطرف الثاني اللي بقى، نخلوها تريح. هنا جبت وحده بعد ما ريحت كنت خادمتها من قبل، نحلها تاني على شكل مربع عادي تنتحل لكم كي تكون مريحه. انا عاودت معكم وحده نكون محميه الطاجين تاعي ونحط ديك الحبه تاع المسمن. كي نشوف الفقاعات من الفوق نقلب تتحصلوا على هذا الشكل وعلى هذا اللون. ها هو صحاباتي.